شوفوا تبارك الله هاد الملعب كي داير. شوفوا تبارك الله هاد القاعة المغطاة كي دايرة. شوفوا تبارك الله الديزاين كي داير. شوفوا المقاعد، يعني شوفوا الشاشات العملاقة، راه كاين تما 4 ديال الشاشات عملاقة. هاد الملعب هذا مركب رياضي، القاعة الرياضية ديال الرباط، اللي كتحتضن حاليا فيها كأس افريقيا ديال الفوتسال، واللي لعبت فيه المنتخبات الافريقيه، وعلى راسها المنتخب الوطني المغربي، واللي فاز على انغولا، ايضا على المنتخب الغاني، واكتسحهم تبارك الله الاهداف غزيره. شوفوا الملعب كي داير. هذا الملعب هذا لا شفتوه اول مره تقدروا تقولوا راه كاين في اوروبا او لا كاين في الولايات المتحده الامريكيه، ولكن ديما كنقول لكم ان المملكه المغربيه قادره انها تحقق المستحيل، ان المملكه المغربيه غادي تولي عالم اخر في البنيه التحتيه، في المركبات الرياضيه، في جميع المجالات. هذا الملعب هذا الرئيس ديال الموتسيبي قاعة حل فمو، قاعة كيشوف اعضاء ديال الاتحاد الافريقي صرحوا بالله المغرب طلع النيفو بزاف في هذا المجال ديال التنظيم. الاعداء ديال المملكه المغربيه على راسها الجزائر الا شافوا هذا الملعب هذا انا كنظن ما غاديش يجيهم الناس. تبارك الله هذه القاعه الرياضيه تغيرات بالكامل، اصبحت قاعه عالميه بمواصفات دوليه. اللي واصبوا هذه القاعه الرياضيه بهذا الشكل وبهذه الحله طبعا مغاربه. حنا ما كنمشيوش نجيبو عمال اجانب مثلا من الشينوا، ولا كنمشيو نجيبوهم من الهند، ولا كنجيبو شي اجانب هما اللي يخدموا. سواعد مغربيه، عقل مدبر طبعا مغربي، مسيرين مغاربه. وتحيه للابناء المملكه المغربيه.